ما تقبليش ان حد يتكلم عن اولادك بطريقة مش كويسة من باب انه بينصحك. هو ماله ماشي متخلف كده ليه؟ هو تخين كده ليه؟ انت بتاكليه كتير؟ لا، المفروض تقللي له في اكله شوية. ايه ده؟ هو انتوا بتاكلوا اكله هو بقى شكله معضم وحش قوي وده بيتقال قدام الطفل عادي؟ ايه ده؟ هي شعرها اكرت قوي كده، ما تشوفي حل للموضوع ده. ايه ده كأن ما عندهاش شعر خالص. ده ايه ده هي ولد؟ في حاجات كتير زي ديت مؤذية وبتبقى بتتقال قدام الطفل عادي وبتأذي نفسيته عادي. والأم ممكن ما تردش على دوت من باب ان هي يعني ايه، في أمهات كتير اللي هو يعني مش أولا بتتصدم ان ده بيطلع منك. غير كده ما بتعرفش ان هي ترد عليها. لا، ردي عليها واحرجيها، مش هي احرجت ابنك؟ وبعدين ما حدش ليه اصلا ان هو يتدخل في حياة ابنك. بياكل ايه، بيشرب ايه، بيمشي ازاي. انت ام، المفروض انت كأم بقيتي ام، انت عارفة انت بتعملي ايه لابنك. ما تسمحيش لحد انه يتكلم بطريقة مش كويسة عنه او عنها. هو يعني في كتير جدا بيسمح بده عادي، وانت برضو كأب المفروض ما تسمحش بشيء زي ده. محدش ليه انه يعاقب لك على ابنك بطريقة مش كويسة. التعقيب ده ممكن بيبقى ما بين الأم والشخص اللي بيبقى عايز ان هو يعاقب، من باب النصيحة. يعني انا شايفة كذا وما بينك وما بينها، مش مثلا قدامه، قدام جميع. مفروض كذا 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 كذا، لا مفروض ده خليهولك، او مفروض ده خليهولك. طالما انا ما طلبتش منك يبقى انت ما تتكلمش. محدش ليه انه يعاقب على ابنك او بنتك او يتنمر عليهم، او ان حد اصلا يتكلم ولو بطريقة مع حد كويسة على ابنك، ما انت كده بتحسده. يعني انا بكره اسلوب التعامل اللي هو يقعد يتكلم ده ايه ده هو بيتقالش ما شاء الله، او ما بيتقالش ربنا يبارك، لا. ده ايه ده حافظ كذا. هي ازاي او هو ازاي في السن زي دوت وعارف يقول كذا؟ ايه ده؟ هو بيكتب ازاي؟ ده ما كملش كذا مثلا، ازاي بيعرف يكتب؟ فالحاجات اللي زي ديت ما تسمحوش بيها. انتوا ممكن تحرجوا الشخص اللي بيتكلم او بيتعامل بالطريقه دي مره واتنين، بس بعد كده مش هيكررها تاني انه عارف رد فعل.